لو لقيت بيت قديم وسعره أرخص من أي بيت في المنطقة، أوعى تفرح، لأن في بيوت مش للبيع بس بتختار ضحاياها بنفسها. البيت رقم 43 محدش عاش فيه أكتر من أسبوع، محدش خرج منه سليم، والبنت اللي دخلته آخر مرة سابت وراها مذكرات وكاميرا وصرختي اتسجلت الساعة 13 صباحاً. واللي هتشوفه دلوقتي هو التسجيل الأخير قبل ما تختفي للأبد. ما تنساش لو حسيت بحاجة وراك ما تبصش، لأنه بيحب اللي بيشوفه. أنا اسمي هالة، وانتقلنا للبيت ده بعد ما بابا مات. أمي قالت إننا محتاجين بداية جديدة، بس من أول لحظة شفت فيها البيت رقم 93 حسيت إني دخلت كابوس مش حياة جديدة. أول ليلة سمعت خبط على الحيطة اللي جنبي، كأنه في حد بيطلب النجدة من جوه. ندهت على أمي، قالت يمكن الفيران، بس أنا سمعت صوت واضح وموجوع. من يومها وأنا حاسة إني مترقبة، في كل مرة أبص في المراية أشوف حاجة ورايا، حاجة بتتحرك وبعدين تختفي. كنت بقول لنفسي ده توتر، بس التوتر ما بيخليش المراية تهمس باسمي. في سقف البيت في غرف محدش بيروحها، مقفولة بقفل صادق، وأمي قالت إنها خطيرة، بس كل يوم بالليل أسمع خطوات فوقي وجرجرة وسلاسل. لقيت مذكرات لحد كان عايش هنا قبلنا، بنت اسمها فريدة، وكل صفحتين فيهم تحذير: اوعي تفتحي باب الغرفة. بس أنا كنت لازم أعرف إيه اللي هناك. كنت ماشية في الممر والأنوار كلها طفت فجأة، ولما بصيت قدامي شفتها ست واقفة بيضة زي الشمعة من غير ملامح، بس عينيها كانت سودة بالكامل وبتبص عليا. أنا غبية فتحت باب الغرفة، ريحة الموت كانت في المكان، ولقيت عروسة شكلها قديم مخرومة في وشها وعليها دم قديم ناشف. ولما لمستها سمعت صوت بيضحك في ودني. فريدة كتبت إن أي حد يفتح الغرفة بيتربط بالبيت وبيبقى جزء من لعنته. كل اللي حصلها بيحصل لي دلوقتي، بس أنا وصلت للنهاية وهي قربت. لو حد شاف الفيديو ده ما تدخلش البيت رقم 93. أنا حاولت أهرب بس في الآخر هو خدني، واللي بيشوفني بيكون التالي. بعد أسبوع تم العثور على البيت رقم 93 مهجوراً، لم يعثر على أي أثر لهالة أو والدتها، وتم تسجيل أصوات مجهولة في العلية. البيت لسه واقف مستني الزائر الجاي، واللي بيدخل عمره ما بيخرج. لو بتتفرج بص وراك.